لدرجة وصل بملحد مصري أن يعبر عن رأيه ويقول أنا ملحد وأنا لا أؤمن لا يوجد دين، لا يوجد إله. فليتفضل يخبرنا سبب إلحاد هذا الشاب المصري. تفضل أخبرنا لماذا ألحد؟ الحقيقة عنوان هذا المقطع لماذا أنا ملحد. بداية أنا لي بعض الملاحظات عليه. أول ملاحظة، هو أساسا العنوان مش لم يكن من المفروض إن أنا أشرح لماذا أنا ملحد، بل من يؤمن بكائن غير مرئي كان هو المفروض يشرح لنا لماذا هو يؤمن بكائن غير مرئي. لكن كما تقول تجري المقولة: البينة على من ادعى. أنا لم أدعي أي شيء. هناك آخرين ادعوا وجود كائن غير مرئي يخاطب كائنات يسمونها الرسل، يبعثون إليهم برسائل البشرية. هم دول على المفروض إن هم يقدموا دليل على ما يدعونه. أنا مش المفروض أقدم أي دليل، لكن نظرا لأن هذا النوع من التفكير أصبح هو الشائع، أصبحت أنا النهاردة في موقع لازم أقدم دليل، وأنا سأقدمه. المسألة الثانية، أنا حقيقة لا أحب أن أعرف نفسي بكلمة ملحد، رغم أن أنا ملحد. أنا منكر لوجود هذا الكائن غير مرئي، يسمونه الله، يسمونه يسوع، يسمونه ما يسمونه. أنا منكر لوجود تلك الخرافات. لكن أنا أساسا هذه القضية لا تشغل بالي بالمرة. يعني فكرة وجود إله أو هذا العبث لا يشغل ذهني. ما يشغل ذهني أساسا هو الأثر التدميري للدين على المجتمع. فتعريفي لنفسي حقيقة هو أني لست ملحدا، ولكني معاد للدين. هذا ملحد مصري يقول أنا سبب إلحادي أني كيف أؤمن بالله لم أراه. سؤال يا فضيلة الملحد، الروح هل رأيتها؟ انكرها إن استطعت. واضح؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رأيت الروح؟ لو سألناك هل تؤمن بالروح ماذا ستقول؟ إذا قلت لا أؤمن بالروح أقول لك يا أحمق كيف نتحرك؟ إذا ما أسباب الحياة؟ إذا قلت أؤمن بوجود الروح أقول لك لم ترها. يا أخي يضعون نفسهم مواقف محرجة.